السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم خياتي؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا كامل بصحة جيدة. جيتكم اليوم فيديو جديد ومع حلويات العيد. جيتكم اليوم بوصفة تاع مخبز، مخبز معسل حتى للقلب يعني، ويبقى طري لمدة طويلة. شوفوا معايا يعني الحبة كي نقسمها كيفاش يجي، ما الطليه تاعو ما تجيش هذيك اليابسه اللي تتفتت. شوفوا كيفاش تجي طريه، وكما قلت لكم يعني يبقى طري معكم المده طويله ويقطع يعني بزاف. دونك هاد الكميه انا قطعت لي 72 حبه، 60 حبه الشكل هذا اللي شفتوه، واللي بقى لي يعني قسمته على شحال درت 8 مربع، درت القلب، درت المدور. على هادي كما شفتوا قلت لكم بين 60 و 72 حبه، 12 حبه هذيك درتها متفرقه. دونك نبداو هنايا في المقادير تاعنا. عندي هنايا 6 كيلات تاع الكاوكاو. هنايا الكاوكاو كنت حمصته يعني غير شويه برك، كاوكاو ابيض شريته ابيض، حمصته شويه ورحيته. هنايا الكاوكاو راهو مرحي خشين. هنايا ضفت له قيس 3 كيسان ولا 4 ليسونسيال، يعني جاتني نفس الكيلة نواه كوكو. نواه كوكو هنايا البنات قبل ما نحطوه راني نحيته مليح مليح. شوفوا كيفاش، يا انه كل ما ترحيوهش وتحطوه حتضيفوا بلاكا بيض مش راح يتلم معاكم. راح نضيف هذا نواه كوكو مع الكاوكاو، نخلطه مليح، ورايحه نزيد نرحيه للمره الثانيه. يعني نواه كوكو هنايا اختياري، ولكن انا ديما نخدم المخبز بهذه الطريقه ويجيني بزاف بزاف بنين. انايا الكاوكاو البنات راح نعاود نرحيه. انا عندي هاد الروبو، لا مارك تاعو مولينكس. هذا انا نسميه دراعي اليمن، يعني يكون يخطئني ما نعرفش نخدم كوتسوا تاع البقلاوه تاع المخبز تاع الثومه وزغريبية الورقة تاني. كما نعرفوا لازم لاباط تاعها تولي عجين. دونك هاد الروبو ما شاء الله. انايا البنات راح نعطيلكم كيفاش نرحي الكاوكاو تاع المخبز باش يجيني رقيق ويجيني كامل على حبة. هنا ما نحطش يدي ونبقى نرحي. شوفوا كيفاش نبقى نلعب به، شغل راكم تلعبوا ببلاطه. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. جيست عطيت الكميه تاع البرك، يعني ما نحطش يدي ونبقى نرحي. كون تحطوا يديكم وتبقاو ترحيو راح يولي لكم بودره. هنايا شوفوا كيفاش جاني كامل على حبه، ما راهوش يبان مليح، مي راهو مرحي رقيق وكامل على حبه. هنا راح نجيو نضيفوا باقي المقادير. قلنا درنا 6 كيسان 6 كيلات عفوا تاع الكاوكاو. راح ندير 2 كيلات تاع السكر. السكر نديرو الكيلة نديروها كيلة غير ربع، يعني ماناش راح نديرو الكيلة كامل. فوالا شوفوا كيفاش ما رانيش نعمر فيها، يعني كل 3 كيلات ديروا لها كيلة تاع السكر، وكل 3 كيلات راح ديروا لهم 2 كيسان تاع نواه كوكو. هنايا عندي مبشور حبة ليمون. هذا الليمون الاخضر راح يعطيكم ريحة ما شاء الله، يعني الريحة تاعو بزاف بزاف قوية. انا هنايا درت حبة، اذا عندكم اكثر ديروا اكثر. كما انا هنايا كنت كملت هذيك الحبة ودرت معها حبة واحدة خلاف قدها، يعني 2 حبات اللي عطاوني ريحة ما شاء الله. هنايا عندي تاني 2 باكي تاع لافاني. تحبوا تستخدموا هذه تاع الساشي، تحبوا تاع لي بواط، وهي من الاحسن تاع الميزان. هنايا راح نزيد لها الزبده. هنايا عندي في 6 كيلو تاع الكاوكاو راح ندير 150 غرام. هنايا يعني ما يشقاش انكم داروا توزنوا وديروا راهو كلش في الغلاف تاع الطرف تاع الزبده تاعكم. هنايا كده اذا درتو يعني كيلو برك تاع الكاوكاو راح ديروا 75 غرام. انا راني نمدلكم في مقادير تاع 60 حبه. راح نحط الزبده تاعي وراح نضيف عليها مغرفه تاع عطر الجوز. راح يعطيها واحد البنه ما شاء الله، ومام راح يعطيها واحد اللون هكا يجي ذهبي. فوالا دوك تشوفوا معايا، يعني في كل كيلو ندير مغرف. انا هنايا درت 2، دونك درت 2 مغارف. وراح ندير معاها 3 مغارف تاع العسل. انا هذا العسل يعني مكون سري باش المخبز تاعكم يجيكم مليح.
دونك هنايا حطيت المقادير كامل. انايا هنايا راح نستعمل 6 تاع حبات تاع البيض. كيما راكم تشوفوا البيض تاعي راهو كبير. هنا ما تلوحوش 6 كاملين، لوحوا 5. اذا شفتوا المخبز تاعكم تلم وجاكم طري حبسوا ما تزيدوهاش. اذا شفتوه ناقص اكيد راح تكملوها. كما انا هنايا كنت استعملت 6 كامل. دونك نجيو ندخلو هذيك الزبده وهذوك المكونات كامل مع بعضهم. نحاول اني نعجن الصابلي تاعي مليح باش هكا هذاك السكر يدخل لي مليح مع بعضه ويدوب لي. انايا نستعمل يديا ندخل مليح هذوك المكونات وراح نجي نضيف البيض. انا يعني كم راني خدمته من قبل على بالي شحال راح يرفد لي. حطيت 6 كاملين. من نتوما ما تحطوش البيض كامل مع بعضها، راني نوصي ونعاود بيسكون يجيكم جاري بزاف ما عندكمش كيفاش راح تديروه بارابور انكم ديروه ناشف. تقدروا تزيدوا البيض. هنايا بعد ما لميت العجينه تاعي نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح حتى نوجد الطليه. انا في الطليه واش عندي راح نستعمل توجور، يعني نستعمل في هذا الفنجال تجيني قد. انا راح ندير فنجال تاع الحليب، وراح ندير معاه فنجال تاع الماء زهر وفنجال تاع الزيت نكيل يعني بنفس الفنجال. انا ما زهر استعملوا هذا الازرق، يعني ريحته ما شاء الله كي تشموه يبان لكم شغل من هذاك المزهر المقطر. بنفس الكيلة كيلت الزيت. راح نجي نخلط مليح هاد المقادير مع بعضها. هنا قبل ما نخلط فقط راح نزيد عصير تاع الليمون. الليمون البنات باه يخرج لكم العصارة مليحة. قبل ما تعصروه حطوه في الماء سخون هكا راح يخرج كامل الماء اللي فيه. وتولهو تاني اذا طاح كاش حاجه من الليمون نحيوها هكا باش ما تجيش الطليه تاعكم فيها لي زاكريمون. بعد ما خلطت مليح، انا كنت مسرعه على فيديو ولكن راني خلطت هذوك المكونات مليح مليح. راح نبدا نضيف في السكر كلاس. سكر كلاس هنا لازم البنات لازم 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 تغربلوه باش تجي الطليه تاعكم ناجحه. بالنسبة فقط لبنات الطلية أنا هذه هي الطريقة تاعي. نحط السوائل نخلطهم مليح ونبدا نضيف لهم في السكر غلاس. وكاين طريقة خلاف شفتهم بزاف يخدموا بها انهم يحطوا سكر غلاس ومبدا يبقاو يضيفوا في السوائل ويعجنوا الطلية تاعهم. انا صراحة ما جربتهاش ولكن يقولوا بلي مليحة. دونك انا هذه هي الطريقة تاعي. بعد ما نكمل الطريقه تاعي نتحصل على القهوه من المطلب نجي نخبطها شويه هكا بلاكوبات. من بعد راح نجيب بابي فيلم نغطيها تكون اون كونتاكت معاها نخليها تروبوزي تريح لي مليح وراح من بعد نخدم بها. هنا لازم برك البابي فيلم يكون اون كونتاكت باش ما دير لكمش هذيك القشره. وهنايا بعد ما ريحت لاباط تاعي ريحت لي مليح راح نجي نحلها. هنايا لاباط ديما نحلها فوق كيس بلاستيكي هكا باش تساعدنا. نجي نحلها حليتها شويه بيدي وراح نكمل نحلها بالحلال. انا ديما نقول لكم اذا حبيتوا الحبه تاعكم تكون بومبي اطبعوا فوق هذيك الساشي. من بعد نحيوها وقصوا الحبه تاعكم. اذا حبيتوها تجي مبلاطيه يعني ماهيش بومبي حطوا طول الطابع فوق العجينه واطبعوها. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هنايا بعد ما قطعته يعني كامل نرش البلاط تاعي بالفارينه. نحط الحبات تاعي ونحطهم يطيبوا على درجه 160 حتى 180 درجه من تحت. من بعد راح نشعللهم من فوق. وهنا البنات في الطياب تولهوا يعني باه يجيكم المخبز تاعكم ناجح لازم تتولهوا في الطياب ما تخليوهش يطيب اكثر من الحد تاعو. لازم من تحت يحمر ومن فوق يعني غير ينشف ما يحمرش. انا مره كنت فضلت لي كميه درتها سهيت عليها راه يجيكم يابس حجره. دونك في الطياب تولهوا. كون ما تتولهوش راح تعبكم كامل يروح خساره. بعد ما طاب لي راح نجي نديرو وهو سخون نديرو في الشربات بارده. شربات زوج كيسان ماء بكاس سكر نخليهم يغليو ونطفي عليهم ونخليهم يبردوا. نجي هنايا جست نحط برك يعني مانيش نخلي فيه مده طويله. جست نحط الحبات تاعي فقط في
في الشربات بعد ونعاود نخرجها. من بعد نجي باش نديرلو الطليه. انايا قبل ما نديرلو فقط نجيب صرفيطه نحط فيها هذيك الحبه تاعي هكا باش نتاكد بلي نشف لي من هذيك الشربات تاعو، ونجي ندير الطليه. هذه افضل طريقه للطليه تطليو حبات يعني بزاف في اقل وقت ممكن، خصوصا اصحاب الطلبيات اللي تكون عندهم طلبيات كبيره من 60 ل100 حتى ل200 حبه. والطليه هذيك اللي تهبط اكيد راح نريكيبيريها. هنايا قبل ما نشف الطليه نجيب ان كيردون ونحي هذوك الفقاعات تاع الهواء باش يجيني الليس. بعد ما تهبط هذيك الطليه وينشف لي شويه نجيب نحيهم ونحطهم في بلاطو واحد اخر ونخليهم ينشفوا على الاقل 4 سوايع ولا نهار كامل. الطليه هذه بزاف اللي تقساوني قالوا لي كيفاش نريكيبيريها، انا نعاود نريكيبيريها عادي ما تخليوهاش تنشف، راح تنحيوها وتحاولوا تخدموا بها نورمال. بالنسبه للتزيين انا التزيين هذا طلبته مني الزبونه، قالت لي استعملي ورده واحده كما شفتوا في هذاك لاكولور مع الريشه. هنايا نجي ندير لها هذا الملمع راح تجي بزاف بزاف باهيه به. نحط شويه من الطليه في لابوش هادوي هكا باش تساعدنا في الخدمه، ونجي نركب الديكور. وعندي تاني الناكري دوري راح ندير للريشه، وراح يجي الشكل تاعو بزاف بزاف باهي. انا فقط الناكري دوري ندير فقط للريشه، يعني هذا كما قلت لكم كان بطلب من زبونه. وهذا هو المخبز تاعي البنات، شوفوا كيفاش جا ما شاء الله تزيين باهي وما بالبنه كما شفتوا معايا يجي طري ويجي ثاني بنين. هنايا البنات كما قلت لكم هذا قطع لي 60 حبه، وزايد هذوك قطع لي 12 حبه، يعني كامل قطع لي 72 حبه يجي زاكي وتقطع لكم بزاف، خاصه اذا درتوه كما درتو انايا، يعني ركزوا انكم ديروه شويه يكون عالي. بالنسبة للسعر يعني كل وحدة تقيم السعر تاعها. أنا من قبل كنت نحسبه 6000، ولكن كما راكم تشوفوا كل زاد دوبل، دونك تحسبوه 8000 حتى 9000. كاين حتى اللي يحسبوا 10000، يعني على حساب الديكور من 8000 وطلع. نتوما يعني تقيموا الخدمة تاعكم وانتوما اللي تقيموا السعر تاعكم. واذا حبيتوا يعني ديروه باللوز تتبعوا نفس الطريقه اللي درتها، فقط باللوز اكيد راح يختلف في البنه او يختلف في السحر. انا باللوز شفتهم يعني يخدموه 16 الف للحبه، وكما قلت لكم نتوما كل وحده والبلاصه اللي تكون فيها كل وحده تقيم الدوزن اللي خدمت به. اكيد الاسعار راح تختلف من بلاصه لخلافيه، مش راح تكون الاختلاف كبير، راح يكون 5000 4000 يعني مش حاجه. هنايا شوفوا كيفاش يجي طري كما قلت لكم، يجي معسل حتى القلب. واهم حاجه انه يعني بنين بريستيج، يصلح للاعياد للاعراس يعني جميع المناسبات، يحمر الوجه ويبقى معاكم الاطول مده وهو هكا طري. هنا نورمالمون حبيباتي عطيت لكم جميع لي زاستيس تاع النجاح المخبز. اذا كاش ما نسيت حاجه خلوا لي فقط في التعليقات، اكيد رايحه نجاوبكم. خلي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم، دمتم في امان الله وحفظه، وسلام خياتي، سلام.